السلام عليكم، شلونكم يا حلوين؟ هذا المقطع الثاني استعرض به خبرتي أو تجربتي للسفر الداخلي في أمريكا. راح أحكي لكم شوية عن بعض التيبس والنصائح اللي إذا تسووها راح يكون السفر كلش سموث وما يصير فيه تأخير وما يصير فيه أي مشاكل إن شاء الله. فأنت لازم حتى تفهم يعني شنو المطلوب وشلون تقدر تسوي هاي التسهيلات. لازم تفهم يعني شلون هو أصلا المطار والطيران، شلون التنظيم ماله، شلون الستركتشر ماله. فيعني أنا برأيي أنت عندك 4 خطوات مهمة كل رحلة. هاي طبعا بعد الحجز وهذه، بس من تروح للمطار موعد الطيران عندك 4 أمور كلش مهمة، 4 خطوات. الخطوة الأولى هي الباركينج، الخطوة الثانية luggage، الثالثة TSA أو السكيورتي يعني تدخل داخل التفتيش، الخطوة الرابعة هي متصل يم الجيت. فالخطوة الأولى باركينج. طبعا أنت إذا رايح بتاكسي أو أحد موصلك فأنت راح تتجاوز هذه، راح تنزل يم بوابة المطار وخلاص، يعني ما يكون عندك أي مشاكل. بس مجرد تحسب حساب المسافة، البعد، هذه الأمور. ذاك ازدحامات وحوادث. طبعا هو ينصح عادة، يعني كلكم تعرفون أنه يعني ساعة إلى ساعتين أنت لازم تكون موجود يعني في المطار. بس بينما أنت إذا تروح بسيارتك، يعني أنا أغلب الأحيان أروح بسيارتي، فالباركينج مرات تكون مشكلة داخل المطار. أولا الأجور، أغلب المطارات بأمريكا بيها نوعين من الباركات، في بارك خارجي يكون بعيد، هذا أرخص، مرات حتى مجاني، بس بيها مشي، يعني لازم تمشي إذا وياك من هذه شوية متعب، مثل المطر أو كلش حارة هاي تكون ما عملية أصلا. وأكو عادة باركات قريبة حوالين المطار نفسه، يعني كلش قريبة، بس تطبق سيارتك بالترمينال خلاص، يعني هو مرتبط اصلا، ما تطلع برا، تدخل داخل الجراج، هاي تكون عادة مطابق، وهو من الجراج نفسه تدخل المطار مباشرة. او حتى مثلا اذا كنا في غرفة شيء يوديك المطار. المهم يعني انا من تجربتي حسب المطارات الكبيرة عادة يعني دائما تكون مقبضة، بس دائما تقدر شوية تزاغل. اكو مكانات هي يعني مو مواقف رسمية، بس يعني انا قالوا لي جماعتي بالشغل قالوا بتقدر عادي تطلق، يعني مثلا مواقف يعني مخصصة للسيارات، واكو مثلا لينات يعني مثل مكانات يعني هي ما مكتوب عليها ممنوع الوقوف، بس هي مو متوقع منها، فهذه عادة تكون يعني غير مشغولة. وش قد أنا سافرت تقريبا، يعني دائما استخدمها، قليل من المرات ألقى يعني مواقف إضافية. مثلا مطار أورلاندو يعني ما صارت أي مشاكل، لا حصلت في التيكت ولا شيء. بس طبعا الأفضل أنه طبعا إذا أكو يعني سبات نظامية تروح تاخذ يكون أفضل. التكلفة حسب، يعني أكو طبعا دائما يقول لك شو قد راح تكلف هذه. مثلا مطار أورلاندو إذا تبقى أنت يحسب لك باليوم تقريبا يعني بين $25 إلى $50 باليوم، فهذا مناسب للرحلات القصيرة، مثلا رايح يوم يومين راجع، كلش مناسب. فهاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية اللجج. أنت من تدخل داخل المطار، وصلت البارك أو أحد مثلا ذنبك، تدخل داخل المطار، إذا وياك لجج يعني جنط كبيرة، لازم تروح للخطوط أولا قبل ما تروح للتفتيش، تروح للخطوط وتشحن هاي الجنط. فأنا قبل ما تعرف يعني هاي أصلا تصير قبل التفتيش وبعد التفتيش، بس يعني عادة هنا بأمريكا تكون قبل التفتيش، تروح تشوف الخطوط المعينة، هذول عادة ما موجودين إلى حد يعني أتصور يفتح
يفتحون أكثر شيء 4 ساعات 3 ساعات 4 ساعات قبل موعد الرحلة، فإذا تجي كلش من وقت أصلا ما موجودين، فخلاص أنت راح هاي النقطة توقف، ما راح تقدر أصلا تروح للسكيورتي، لأنه الجنط بعدك أنت ما شاحنها وما تقدر تاخذها للسكيورتي. من تاخذها للسكيورتي خلاص لازم تصعدها للطيارة بيدك يعني، وياك. فيعني إذا هاي لا تروح كلش من وقت، يعني 3 ساعات 4 ساعات المفروض يكونون موجودين. هاي طبعا المنطقة اللي هي اللجج هذه مفتوحة للخارج، مو مثل السكيورتي. انت من تعبر السكيورتي خلاص بعد اذا ترجع لازم مرتل تروح تفتش وما حد يقدر يعبر وياك. بس منطقة اللجج من تشحن الجنط مالتك هذه، اغلب المطارات هنا بامريكا هاي مفتوحة، يعني اي واحد وياك يقدر ينزل يساعدك بالجنط شنو. وهذه من تكمل هم يطلعون وانت تروح للتفتيش. ف أنا صراحة أتجاوزها، يعني هاي الرحلات القصيرة اللي عندي ما أخذ، يعني هاي شوف جاي تراك سوت وياي اللابتوب خلاص ما أصلا ما عندي أي لقج. حتى إذا مثلا جنطة صغيرة تقدر تأخذها أوفر هيد يسمونها، تأخذها هذه عندهم أبعاد معينة، بس يعني بعض منهم يعني جنط يعني تقدر تجيب جنطة متوسطة وتشيل يعني بيها هواية أمور هاي. إذا تقدر تأخذها وياك فخلاص أنت أصلا راح تتجاوز هاي اللجج رأسا مباشرة. أنا ثاني مثلا من أطلب المطار ما أروح هاي الخطوة، رأسا أروح للسكيورتي. الخطوة الثالثة هاي من توصلها طبعا تفتيش. هنا داخليا أي ليكويد أي شيء يعني سائل أو شيء هلامي ما ممنوع، يعني شامبوات شغلات يعني سوائل. وقت كوفيد ناس تجيب هاي ستيرلايزر شو اسمه هاند سانيتايزر، هاي الامور هاي كلها ياخذوها. ماي يعني شربت كافي، هاي الامور كلنا ويانا دائما كافي. فهذه ما تقدر هذه بس شنو عندهم مثلا هذه تقدر تشيلها وتذبها، يعني ما الا تتخلص منها قبل يوم تصل يوم السكيورتي تقدر تتخلص منها هناك. فالافضل انه حتى مثل معجون اسنان تخلص من هاي الامور قبل ما توصل، حتى لا ياخذوك من يشوفون شيء. انت هاي الجنط تدخل بالاسكان، من يشوفون اي شيء راح يعني عاده هم راسا انت يدخلوها بالاسكان وتاخذها من الجهه الاخرى بعد ما انت تتفتش. بس اذا شافوا اي شيء مثلا سسبيشس او هذه ياخذوها بصفحه، هاي هم راح تاخرك شويه. حتى لا تاخر اي سوائل ليكويد، اي شيء يعتبر ويبن يعني سكاكين اي شيء حاد، هاي الامور هذا ايضا تقدر تخلص منها، يعني ما راح يدخلوها. انا بالنسبه لي اسهل شيء يعني تتجاوز هاي النقطه. طبعا السرايات مرات كلش طويله، تجي للتفتيش سرايات كلش طويله مرات يعني ساعه هيك تتاخر. اكو فد شيء هنا عندهم خدمه يسموها نون ترافلر، المسافر المعروف. هاي معامله قدم عليها بيها عده انواع. اكو منها تسهل الدخول فقط مثلا من كندا الى امريكا ومن المكسيك الى امريكا وبالعكس. اكو مع دول اوروبيه، اكو مع استراليا نيوزيلندا. هاي الامور الشيء العمل اللي انا شفته واستخدمه اللي حتى يصلح بغير مكانات ايضا هو هذا النون ترافلر. يعني تروح تدق نون ترافلر المسافر المعروف، خدمه هي معامله تقدم عليها، تدفع مبلغ معين. اتصور بوقتها من قدمنا قبل سنتين شيء تقريبا $100 لكل شخص حتى لو كان طفل يعني اشهر عمره، كل شخص لازم تقدم له معامله. وبعدين من تقدم المعامله يعني من قدمت المعامله راسا بوقتها كل على الكمبيوتر انت تسوي دخل معلوماتك، وهذا لازم تكون كلش دقيق. هذا يعني السيستم كلش حساس. احنا صار لنا فتره ساكنين في الظاهر يعني راسا جدي بروفيشنال ابروفل، يعني موافقه مبدئيه، لان صار لنا هوايه وعندنا اقامه وهذه فمعلوماتنا كلها يمهم. بس بعدين لازم تسوي مقابله حتى يعني يعطوك المقابله
الموافقة النهائية. المقابلة عادة مواعيد طويلة، بس أنت تقدر يعني أكو شغلتين بالمقابلة، يعني طريقتين تسويها. يا إما تروح على سنوات معينة موجودة بالموقع معروفة بكل ولاية، أكو أكثر من هذه، بالذات الولايات الكبيرة تاخذ موعد تقريبا أشهر، يعني هاي الأمور لازم تاخذ كل العائلة، كل شخص أنت مقدم لازم تاخذه، يسوي له مقابلة، يسألوك أسئلة، يعني أسئلة روتينية أغلبها، وبعدين من تتجاوز المقابلة يطلب إما approval أو refusal، أو ما تسألون more documents. الشغلة الثانية، الطريقة الثانية اللي احنا سويناها أسهل، هو أنه أنت من تسافر بالرجعة، من ترجع تقدر تسوي المقابلة هاي، ما يحتاج لها موعد. أنت من ترجع تقول أنا يعني مقدم على نون ترافلر، وعندي شو اسمه أريد أسوي المقابلة حتى آخذ الفاينل أبروفل. فهاي اللي احنا سويناها. طبعا بالمقابلة سألنا هواية أسئلة وش اسمه هاي شنو، لأنه ليش يلحون على المقابلة؟ احنا بعد المقابلة مباشرة اجانا أبروفل، ياخذ الصورة هذه ويعطوك هوية، سنزل صورة على الهوية مالها، هي نون ترافلر وبيها رقم معين، وهذا الرقم مالتك هو يسموه نون ترافلر نمبر. هذه انت من تتجاوز ويكون عندك هذا النون ترافلر نمبر، انت كأنما نفسك تصير جزء من الخط الامني للبلد. احنا مثلا بامريكا يعني انت تصير كأنما انت مسؤول عن، يعني هم يثقون بك بحيث انه خلاص يخلوك انت تقرر شو تدخل وش ما تدخل، يعني التفتيش يكون كلش اقل. فلهذا هم يعني يسوون يعني تشيك مهم. وهذه يقول لك يعني احنا قال يعني انتم، انا دا اسالكم هالاسئله ودا يعني احشي وياكم والح، لانه احنا من ننطيك هاي الابروفل يعني بالغالب ما راح نفتش اي شيء، يعني من تدخل ثاني مره من تجي وتروح ما راح نفتش اي شيء، احنا راح نعتمد عليك انت مسؤوليتك، انت حاليا مواطن مقيم بهالبلد، انت تتحمل المسؤوليه، فراح نثق بيك يعني من هالناحيه. احد اللي احنا طبعا اهم شيء جايبين امور، يعني راجعين العراق وسوينا هاي المقابله وجايبين امور ما كنا نعرف انه يعني ما مسموح تدخلها. ف الاوفيسر الضابط او الشرطي المسؤول عن هاي الامور كان مصري، يعني اجى ومشينا شويه وبعدين نمشي بالعربي، فهو وضح لنا هاي الامور. فهو سيستم حلو. من يصير عندك هاي الهويه، احنا هسه نحكي بالنقطه الثالثه، يعني قلنا الباركينج، بعدين اللجج، بعدين السكيورتي. من يصير عندك هاي الهويه او النون ترافل نمبر، كلش تسهل عليك السكيورتي. يعني انا عاده من اروح اكو لين خاصه، يعني سره خاص مال هذول اللي عندهم نون ترافلر نمبر، يسموه بري تشيك، تي اس اي بري تشيك. هيجي يعني تي اس اي هي اتصور مختصر مال ترانسبورتيشن سكيورتي ادمنستريشن، اللي هي الجهه اللي تحمي المطارات، يعني هي مشرفه على التفتيش وهاي الامور. ف تي اس اي بري تشيك، هاي العلامه الخضراء هيك، فهذه معناتها انه انت اصلا هم مشيكيك، فيسموه بري تشيك، يعني انت مشيكيك قبل، يعني انت اوريدي تشيك. فعندهم سر خاص اللي هو عاده يعني دائما يكون فاضي في اغلب الاحيان. هسه ناس هواي تقدم، فدا اشوف شويه السرايات مرات دا تزيد، بس لا يقارن ويا السر الريجولر. يعني اذا انت تقف ساعه ساعتين بالسر الريجولر، هاي 5 دقائق 10 دقائق. فبالذات اذا وياك عائله، يعني احد السفرات ويا العائله يعني كلش كانت كونفينينت، يعني دخلنا وكل من عنده هويه وما المشكله مثل ما قلت لكم، السيستم هو كلش دقيق. هذا انت من تحجز على التيكت، اذا عندك هذا النمبر راح تدخل هذا النمبر، فمن يعطيك البوردنج باس، تعرف انت لازم تطلع البوردنج باس اللي هو يسوي له سكان قبل ما تصعد الطياره، وايضا من تدخل السكيورتي. هذا البوردنج باس انت من الطلعه هو راح يكون مكتوب عليه تي اس اي بري تشيك وهاي العلامه الخضراء.
فانت البوردنج باس اذا مكتوب عليه من تروح تقف بهذا السر الخاص، راسا يقول لك شوف لي البوردنج باس. شوف البوردنج باس راح يعني يشوف انه هو موجود عليه بري تشيك، خلاص تدخل انت. تفتيش كلش خفيف، تفتيش كلش خفيف، يعني حتى ما يحتاج تنزع حذائك، حزام تبقي، جاكيت مرات يقول لي اصلا لا تنزعها، ساعه ما اعرف شنو. ف الا شويه I missed the exit، الا شويه اروح بالطريق الغلط، نهيتونا خليتونا نحكي كل هالوقت. مهم التفتيش كلش خفيف. انا استغربت يعني، جيت اول مره جيت يقول لي ما لا يعني تنزع الحزام، يقول لي ما يحتاج جاكيت خليها. التفتيش كلش خفيف وتعبر. ف السيستم كلش دقيق، بحيث انت اذا اكو اي غلط من تسوي البوردنج باس، هاي البري تشيك ما راح تطلع، راح يشير البوردنج باس. وانا صارت معي مع بعض الخطوط ما سويت ابديت للعنوان مالي من نيويورك للعنوان الفلوريدا، ما سويت ابديت فما تطلع. فرحت عليهم قلت لهم اني بري تشيك يعني ليش ما تطلع؟ فشيك قال لي ها لازم اكو غلط يعني اسم او بالمواليد او فشي، يعني لازم اكو غلط، لازم ماتش يعني 100%، يعني يكون متطابقه 100%. ف رحت غيرت العنوان وراسا طلعت هاي البري تشيك. طبعا هذيك السفره المحدده لانه ما طلعت البري تشيك، فاني عندي بري تشيك وعندي هاي الهويه، بس مع هذا هم اضطريت اروح بالسر الريجولر، وايد تاخرت وشويه انزعجت لانه يعني ما لها داعي، بس هو كان هم غلط عشان لازم يعني اسوي ابديت. فهذا الابديت لازم تسوي انت بالاب مال الايرلاينز. انت من تحجز التيكت يعني من او بالموقع على الانترنت، من تسوي لازم معلوماتك اللي تدخلها بالاب، ومثل ما قلت لك راح تدخل هذا النون ترافلر نمبر همين، لازم تتطابق مع التي اس اي، معلومات اللي عند الحكومه، عند هاي يعني دائره التي اس اي، السكيورتي ادمنستريشن. اذا ماكو تطابق 100% ما تطلع لك هاي البري تشيك، فدائما تاكدوا من هاي الامور. فهاي الخطوه الثالثه. الخطوه الرابعه، انت عاد من تدخل من تعبر السكيورتي، خلاص انت داخل المطار. يعني داخل المطار هو مدينه كامله يعني فيه كل شيء، يعني مطاعم يعني شوبس، هاي هنا بامريكا يجي اغلب المطارات، حمامات دائما متوفره. انت من تدخل خلاص بس تشوف الجيت مالتك وتروح للجيت. انا عاده اروح للجيت اتشيك اتاكد، يكتبون على الجيت مثلا المدينه اللي انت رايح لها، فاتاكد خلاص هاي الجيت مالتي. اشوف بعدين شيك الوقت، ايش قد عندي وقت، ارجع مثلا اروح اسوي شوبينج او اقعد، او مثلا اقعد اشتغل. انترنت دائما موجود، مكانات شحن وما شحن دائما موجوده. يعني هو يعني مثل بيتك انت تعتبر. فهاي الاربع خطوات المهمه. واذا تطلع النون ترافلر هذا كلش راح يكون فد شيء يعني convenient. ان شاء الله بالبارت الثاني راح احكي لكم على اكو خطوه اضافيه اذا تسويها بعد، هاي اسرع من التي اس اي بري تشيك. بس هاي ما الكل يحتاج يسويها الا اذا انت تسافر يعني بشكل دوري. يسموها كلير يعني مثل شلون هاي الكلمه كلير، واضح او صافي. فهاي ان شاء الله بالفيديو الاخر احكي لكم عليها. هم انا سويتها وجربتها وكلش شيء عملي، مرات احسن من التي اس اي بري تشيك. ووصلنا المطار، ربي يوفقكم ويحفظكم جميعا ان شاء الله. سفرة سعيدة لي ولكم. السلام عليكم.